وللأمانة الست اللي كانت طالعة تتكرم اللي بتنوب عن الفيلم أهدت جايزتها لصاحب الفضل في كل الأفكار اللي موجودة في الفيلم، ألا وهو الشيخ أنتا ديوب، الأب الروحي وأكبر المؤسسين والداعمين لفكرة الأفروسنتريك، الراجل الكبارة اللي قضى عمره كله بينادي بحقوق الأفارقة في مصر، وإن لازم نكرش المصريين الفيك اللي قاعدين في أرض مصر بتاعتنا دي. وبعد الكلمتين الحلوين اللي انتوا سمعتوهم دول، وبعد الإهداء العظيم للشخصية العظيمة الكبارة اللي زي الشيخ أنتا ديوب، حصل تسقيف حار جدا من كل اللي موجودين في مهرجان القاهرة السينمائي، والابتسامة كانت من الودن للودن، يعني كانت حاجة كده مبهجة والناس كانت فرحانة. حالة الانشكاح اللي كانت موجودة على وجوه كل المصريين اللي موجودين بعد إلقاء الكلمة والإهداء ده لا ينم مثلا عن خيانة أو عمالة أو أي حاجة من الحاجات دي، الحمد لله رب العالمين، ده بينم عن جهل. لان على ما اظن اغلب المصريين الحاضرين في مهرجان القاهره السينمائي ما يعرفوش حاجه اصلا باسم الافروسنتريك ده، ما يعرفوش عنها حاجه، ولا يعرفوا مين انت ديوب ولا كل